السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم نوال. دائما كنحاول نقترح عليكم وجبات اللي هي اقتصادية وفي نفس الوقت ما كتاخدش منا وقت طويل. اليوم جيتكم بواحد الحلوة اللي المكونات ديالها قليلة بزاف وفي نفس الوقت اقتصادية وكتوجد فرمشة عين وفي نفس الوقت كتجينا لذيذة بزاف. اللي بغى يشوف معنا المكونات يتبع معنا الفيديو حتى الاخر، وعلى بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. غادي نحتاجو اول حاجة 125 غرام ديال الزبدة اللي كتكون بحرارة المطبخ. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الكاوكاو اللي كنقشروه وكنحمروه في الفران، جوج بيضات، كنحتاجو 100 غرام ديال السكر، وكنحتاجو ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، وكنحتاجو معاها 350 غرام ديال الدقيق. كنحتاجو ما بين 350 حتى ل 370 غرام على حسب النوعيه ديال الدقيق. اول حاجه غادي نبداو بها هي الزبده اللي خاصها تكون كيف ما قلت لكم بحراره المطبخ، يعني تكون على شكل ديال بوماد. كنزيدو عليها سكر سنيده وكنبداو نخدموهم بيدينا حتى كنحصلوا على شكل ديال بوماد. يعني ضروري اننا كندوزو من هذه المرحله كنخدموا الزبده مع السكر حتى كيذوب لينا السكر وكيتجانسوا لينا المكونات بجوج. يعني كتشوفوا معايا هنايا كنخدموهم غير برؤوس الاصابع وما كتاخذش منا وقت بزاف. يعني كيف ما قلت لكم ملي كتكون الزبده دايبه راه كتسهل علينا هذه العمليه. وهنايا صافي من بعد ما يعني وصلنا للقوام اللي بغينا، كتشوفوا معايا ان هنا السكر داب، يعني ما بقاش لنا على شكل حبيبات. غادي نزيدوا عليه جوج بيضات وحتى هما كنخدموهم حتى كيتجانسوا لينا المكونات كاملين وكنحصلوا على واحد القوام اللي غادي تشوفوا معايا دابا في الفيديو. كنضربوا المكونات كامله بيدينا، يعني كنخدموا غير بيدينا وما كتاخذش لنا واحد المده ديال جوج دقائق ما كاملاش. وهنا من بعد ما وصلنا للقوام اللي بغينا، يعني شوفوا القوام ديال الخليط ديالنا كيفاش كيكون. غادي نزيدوا عليه هنايا 100 غرام ديال الكاوكاو اللي كانت عندنا في الاول من بعد ما طحناها. يعني شوفوا كنطحنوها حتى كنحصلوا على حبيبات صغيره بزاف، وكنزيدوها على داك الخليط اللي عندنا وكنبداو نجمعوه في الخليط ديالنا. وهنايا الكاوكاو كيبقى اختيار، يعني بالنسبه اللي ما متوفرش عنده كاوكاو اولا عندكم اللوز كتقدروا ديروا اللوز في بلاصه الكاوكاو، حتى هو كتحمروه وكتطحنوه بحبيبات صغيره وكتزيدوه على المكونات اللي عندنا. من بعد ما كيتجانسوا لنا هنا العناصر كامله غادي نزيدوا الدقيق ديالنا، وهنا غادي نبداو نزيدوه تدريجيا، يعني 350 غرام غادي نزيدوها تدريجيا. هنا زدت يعني الكميه الاولى وغادي نزيد عليها الخميره ديال الحلوى اللي وريتكم في الاول، ساشي ديال خميره الحلوى، وغادي نزيدو عليهم واحد الرشه ديال الملح، يعني غير شويه ديال الملح. وكنبدا هنايا كنجمع في العجين ديالي غير بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. يعني هنايا كيف ما قلت لكم زدت الكميه الاولى وانا كنبدا نجمع في العجين ديالي حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. هنا غادي نزيد الكميه الثانيه لان العجينه ديالي مازال مطلوقه بزاف، وحتى هي غادي نجمعها وغادي نشوف عاوتاني واش وصلت للقوام اولا مازال غادي خصني نزيد الدقيق. وهنايا كنشوف العجين ديالي مازال غادي خصو الدقيق، يعني غادي نحتاج الكميه كامله. غادي نزيد الكميه الاخرى اللي بقات ليا، وكنكون هنايا انا خدمت ب 350 غرام ديال الدقيق. نتوما يمكن لكم على حسب النوعيه كيف ما قلت لكم يمكن يمشي معكم حتى ل 370 غرام على حساب، حيت كيف ما كنقول لكم كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش لينا العجين. وهنا كتشوفوا هذا هو القوام اللي غادي نحتاجو، يعني كتكون العجين اللي متماسكه وكتكون في نفس الوقت رطبه. وكندوزو المرحله الثانيه اللي غادي نخدموا فيها العجين ديالنا. كنحتاجو يا اما ورق الزبده باش كنقدروا نطلقوا العجين ديالنا، اولا كنحتاجو كيف ما استعملت انا هنايا جوج بلاستيكات وكنرشوهم بشويه ديال الدقيق وكناخذوا المدلك ديالنا، وهنا كنبداو نطلقوا في العجين ديالنا حتى غادي نحصلوا على السمك اللي بغينا. يعني كنخدموها بهذه الطريقه هذه، كنبداو يعني نخدموها بالمدلك وحنايا كنطلقوا في العجين ديالنا حتى غادي نوريكم السمك اللي غادي نحتاجو. وكيف ما شرحت لكم في الفيديو يعني ضروري كنخدموا بورق الزبده اولا بلاستيك باش كنقدروا نتحكموا في العجين ديالنا وما كتقطعش لينا العجين. وهنا من بعد ما طلقنا صافي العجين غادي نشوفوا السمك كيفاش بغيناه. يعني ما بغيناش السمك ديالو يكون غليظ، كيكون رقيق شويه كيف ما كتشوفوا معايا.
وغادي ناخذوا هنايا واحد المرشم اللي غادي نقطعوا به العجين. غادي انا خديت هذا المرشم بهذا الحجم هذا. يمكن لكم نتوما تخدموا بالحجم اللي صغر منه. انا حيت بغيت هذه الحلوه هذه ديال الهلال تجيني شويه يعني في الحجم ديالها تجيني كبيره. نتوما الا بغيتوها تجيكم صغيره كتخدموا بمرشم قل من هذا. شوفوا هذا هو الشكل ديال الحلوه اللي غادي نحتاجو اولا ديال الحلوه الهلال اللي غادي نحتاجو. كيف ما كتشوفوا معايا انا الحجم راه كبير شويه، وانتم كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار. وكنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل. انا كيف ما شفتوا معايا هنايا يعني هاد الكميه هذه اللي درت اولا الكميه ديال المكونات اللي خدمت بها خرجت لي هنايا 50 حبه، يعني 50 حلوه. وكيف ما لاحظتوا معايا انا درتهم شويه كبار في الحجم. يعني بالنسبه لكم نتوما الا بغيتوا كميه كبيره راه كتخدموا يا اما كتدوبلوا المقادير يا اما كيف ما قلت لكم دابا في الفيديو كتخدموا بمرشم اللي صغر من هذا، راه غادي تخرج لكم كميه كثيره بزاف. وكنمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه كامله ديال العجين ديالنا. وهنا من بعد ما كملت الكميه الاولى كنديروها في واحد الطاوه اللي كتدخل الفران اللي كنكونوا دهناها بالزيت اولا كنفرشوا ليها ورق الزبده. وكندوزوا للمرحله الاخرى اللي هي غادي يعني التزيين ديال الحلوه ديالنا. غادي نحتاجوا ليها صفر ديال البيضه ومعلقه صغيره ديال الكاكاو اللي غادي نطربوهم مزيان حتى غادي نحصلوا على الخليط يعني حتى كيذوب لينا داك الكاكاو كامل. يعني هذا هو الخليط اللي كنحتاجوه. وكناخذوا هنايا فرشات وكنبداو هنا ندهنوا في الحلوه ديالنا كامله. يعني كناخذوا واحد الكميه وكنبداو ندهنوها من الوسط ومن الجوانب حتى كنعمروها من الفوق كامله. يعني على هذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. انا هنا غادي نحاول نخدم غير واحد الكميه قليله، يعني ما غاديش نخدم معكم كميه كامله. وهنايا من بعد كناخذوا فرشيطه اللي كتكون في الحجم كبير ديالها، يعني كتكون فرشيطه كبيره. وكنبداو هنايا كنزوقوا الحلوه ديالنا من الفوق. يعني هذاك الخليط اللي درنا من الفوق كنحاولوا نجروه باش كيبقى لنا على شكل هنايا خطوط. يعني كنستمروا هنايا بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. وغير غير كنجروا عليه من الفوق، يعني ما كنحاولوش اننا نخشيو فرشيطه في العجين، غير داك الخليط اللي الفوق. كنستمروا هنايا بنفس العمليه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. وهنا من بعد ما كنكملوا الكميه كناخذوا شويه ديال اللوز اللي تا هو تنقيوه وتنحمروه في الفران وتنطحلوه على شكل حبيبات صغار. وكنبداو نديروه في الجناب ديال الحلوه على هذه الطريقه اللي كتشوفوا. يعني ما تنديروهش على الحلوه كامله كيف ما كتلاحظوا معايا، كنزوقوا به غير الجناب ديال الحلوه. ومن بعد ما كملنا التزيين ديال لاطه الاولى غادي ندخلوها للفرن لمده ديال 15 دقيقه على 170 درجه. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن. الشكل ديالها كيجي راقي بزاف وزوين بزاف، والمذاق ديالها راه كيجي لذيذ بزاف، وخصوصا انها كتجي مقرمشه ورطبه من الداخل. والاهم من هذا الشيء ان مكوناتها جد اقتصاديه وبسيطه بزاف، وحتى في التوجد ديالها ما كتاخذش منا وقت طويل. بالنسبه لهاد الحلوه هذه كتقدروا توجدوها للضياف ديالكم، تقدروا توجدوها في اخر لحظه للدوازاتي ديالكم. وهنايا كيسالي الفيديو ديالنا ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.